بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله احنا جاي لكم فيديو جديد. فيديو تغيير ايه؟ هنغير بقى من شكل الفراخ شويه. فانا معايا صدر فرخه بخلفها اهو، بنخليه اهو قطع، يعني ايه، على اساس اما تيجي تاكليها تيجي القطعه كده ايه، تحس بيها. القطعه ده هنعمل بايه؟ هنعمل ان شاء الله باذن الله صينيه نجريسكو. فالنجريسكو بتتعمل في فراخ قطع يا جماعه، ما بتتعملش بفراخ مفرومه، الميزه فيها. وبتتعمل بمكرونه اسباجيتي. معايا نص كيلو مكرونه اسباجيتي اهو مكسراه، ومعايا دي فراخ، دي صدر فرخه بنقطعه كده، تقطعيه تقطيعه شاورما، تقطيع مكعبات، المهم ان هي تبقى قطع ما بتبقاش ناعمه. قطع الفراخ هخليها هنقطعها، بتقطع بنفس التقطيعه دي كده. وجهز المقادير بتاعتنا ونعمل لكم احلى صينيه نجريسكو النهارده من باب التغيير في الاكل. كده حبايبي دي المقادير بتاعتنا. الفراخ القطع اللي كنا مقطعينها، جزرتين مبشورين، فلفل مقطع، فصين توم، وده بصل، وده ايه، ده حاجه تانية اللي هو ايه، اللبن ده عشان ايه، عشان البشاميل بتاع صينيه النجريسكو بيحتاج لبن ودقيق ومعلقتين زيت او سمنه زي ما انت عايزه. فده حاجه لوحده عشان ما لخبطكوش. ده حاجه الايه، الفراخ المتعصجه. انا بحب اعملها في صينيه واسعه زي الشاورما وزي الكبده كده، علشان الفراخ بتنزل ميه، فعشان ايه الصينيه الواسعه تاخد براحتها كده وما تنزلش ميه كتير. ده حاجه الفراخ الاساسيات بتاعتها. فلفل بتقطع قطع كده زي الشاورما مثلا قطع. المهم ان كل حاجه في الوصفه دي قطع، ما بتبقاش مفرومه ولا بتبقى ناعمه. عشان ايه، ننزل بالفراخ بتاعتنا على نار حاميه عشان تاخد الصدمه، عشان نحاول قدر الامكان هي ما تنزلش ميه كتير. بوزعها كده عشان تنشف على طول. بناخد الفراخ تاخد الصدمه الاول وتنشف كده من اي حاجه، وبعدين بننزل شوفها لونها لون على طول ازاي. ليه؟ لان احنا موسعين لك مش ضيقه. لو انت حطاها في قله بقى وفي حاجه ضيقه بتروح ايه، شوفها بيضغط على طول. لو انت حطاها في حاجه ضيقه بتروح منزله ميه ما بتنشفش، بقى تقعد تشرب ميه كده وخلاص. هسيبها بقى مش هقول لك فيها الورق دي من النار حاميه عليها اهو. وبعدين هننزل ببقيه المقادير بتاعتها. الفراخ لونت اهي وابيضت خالص اهي جميله خلاص، وما نزلتش ميه. ليه؟ لان انا اصلا كنت مسخنه النار، وعلى طول اما بتدي لها الصدمه على نار حاميه ما بتنزلش ميه. ننزل بالثوم بقى عشان اي زفاره في الفراخ كده. نقلب بقى الثوم في الفراخ كده، وبعد الثوم بنروح نازلين بقى بالبصل. تنزل بالبصل الاول، الفلفل الاول، والجزر الاول عادي بقى. ننزل بقى بالبصل، هسيبه معاه بس دقيقتين اتنين كده، كل حاجه تاخد من طعم بعضها كده، ما بننزلش بالحاجه مره واحده. شوفي الوصفه دي جميله، التقطيعه الكبيره دي بتخليكي تحسي بطعم الفراخ. طعم الوصفه دي جميله جدا. وفي الاخر بتطلع صينيه جميله. دلوقتي احنا ننزل بالجزر ونقلب برضو، نخلط كل المقادير كده ببعضها، يبقى ما عادش عندنا الا الفلفل والبهارات والملح بس، وتبقى ايه التركيبه بتاعتنا جاهزه. ونعمل البشاميل ونسلق المكرونه ونركب المقادير على بعضها ونحطها في صينيه في الفرن. خلاص ما عادش الا الفلفل، هننزل بيه برده ونقلب كله ببعضه. واجيب بقى الملح والبهارات بتاعتنا، تحط لها ايه، ملح، فلفل، شويه بهار مشكل وخلاص. هي كده شوف الصينيه بتاعتنا حلاوتها ان هي ما نزلتش ميه اهي، ناشفه خالص حلوه كده. انا حطيت الميه دي هنسلق فيها المكرونه، شويه ملح بس مش اكتر من كده، هي الميه دي بتتحط فيها، ومعلقه زيت كده يا جماعه. المكرونه بتاعتنا بتتسلق اهي 5 دقايق، وبطفي عليها مش اكتر من كده عشان ما تعجنش منها. كده يا حبايبي قلب العصاج بتاعنا خلصان. المكرونه اتسلقت وحطيتها تبرد، ودلوقتي دي حله فاضيه عشان ايه، نعمل فيها البشاميل اهي تنشف بس. ومعايا الدقيق ومعايا اللبن هي ده حاجتي، ومعلقتين زيت او سمنه زي ما انت عايزه، بس مش اكتر من كده.
كده يا جماعه حطينا الزيت والدقيق بتاعنا اهو، نشوح فيه كده ايه، نقلب فيه لحد ما يبقى دهبي، يعني لحد ما الرطوبه تطلع منه ويتحمص. ما بحمروش عشان ما يتحرقش والبشاميل يمرر يبقى كده يترمى، بس الرطوبه تطلع والريحه الحلوه تطلع. وبعد كده ايه، نروح نازلين باللبن بتاعنا، نحط ملح وفلفل اسمر بس. البشاميل ما بيحتاجش حاجه غير كده. في الوقت ده بقى الدقيق بتاعنا اتحمص مع الزيت اهو والماده الدهنيه. ننزل بقى باللبن بتاعنا. اللبن ده كان عندي وانا كنت غاليه وحطاه في التلاجة، فعشان كده عامل وش. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحمي كل مكان وكل واحد عندها ضمان. نقلب بقى عشان اي تكتلات اي حاجه، نحط ملح وفلفل اسمر واسيبه يبقبق مع بعض شويه. البشاميل يفضل انه يبقى خفيف، تقيل كده يبقى عامل زي المصطبه ومكتل وحش، فعشان كده اقلب على طول عشان يبقى كريمي وجميل كده. حبايبي كل حاجتي معايا، دول عصاج الفراخ اللي عاملينها معاكم، ودي المكرونه مفلفله وجميله. شوفوا واحده من واحده ازاي، المكرونه الاسباجيتي، وده البشاميل بتاعنا جميل اهو. هركب بقى المقادير، خليكم معايا. دي كبشه ايه بشاميل، نحطها في قطعه صينيه كده عشان تبقى ايه زي نحطه في اول حاجه احنا حطينا فرشه زيت ولمعنا بقى الصينيه. تاني حاجه بننزل بكبشه بشاميل عشان ايه تيجي تقطعي الخلطه تبقى الواحده بوحدتها كده جميله. بعد كده هننزل ايه المكرونه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، شايفين المكرونه مفلفله ولا معجنه ولا حاجه، يعني مش معنى ان احنا نعملها صينيه ان احنا ايه جميله جدا. نص كيلو بسم الله ما شاء الله. اصلا الاطفال عندنا بيحبوا المكرونات وتنويع، يعني مثلا لو عندك نص فرخه وانت الولاد مش عايزينه مسلوق ملوا منه، بنغير في شكل الفراخ وفي طعم جديد واكله جديده. وهم اصلا من نوع الولاد بيميلوا للمكرونات وتغيير برضو عن الرز واكله جديده كده. بقى اركب البشاميل على جنب وانزل بالايه بسم الله ما شاء الله. نوزع بقى بسم الله توليفه جميله، ونرفع بدون شويه ايه بشاميل كده حطهم مع المكرونه. جميله جدا الخلطه دي. الميزه فيها ان كل حاجه متقطعه قطع، توليفه جميله. البصل قطع او جوانح، الفلفل، الفراخ جميله جدا. كده بقى نكبس كده واحط بقى شويه المكرونه اللي باقيين. شوفوا بسم الله ما شاء الله، واحده جنب واحده ازاي عشان مسلوقه حلو. مش هسيب المكرونه قوم. وعلى فكره المكرونه دي سايبه يا جماعه، يعني مش مكرونه من الكيس ولا مكرونه عاديه سايبه من اللي هي بتبقى بالشكاير دي، بنجيبها بنص كيلو بالكيلو. نوزع بقى وبعدين ننزل ايه بالبشاميل الباقي بتاعنا كده. بقى ما عادش حاجه الا ايه البشاميل بتاعنا ينزل كده بسم الله ما شاء الله. شوفوا انسياب وكريمي وجميل خالص ازاي. نوزع بقى بسم الله ما شاء الله كده. حبايبي احنا دخلناها الفرن اهي، تقعدش ربع ساعه. ليه؟ لانها هي ربع ساعه يا دوبك، لان هي اصلا كل حاجه مستويه. الفراخ اللي احنا عاملينها زي الشاورما معموله مستويه، البشاميل مستوي، المكرونه مسلوقه، كل حاجه. يعني هي تعتبر 3/4 سوا. ربع ساعه وبتبقى دهب من فوق ومن تحت، ما بنحرقهاش وبنطلعها وبالف هنا وشفا. كده حبايبي دي صينيه النجريسكو بتاعتنا استوت اهي وبتبقبق من الجناب اهي. خلاص هو ده اللون الجميل بتاعها وهي كده جميله. انا هطلعها بقى كده. حبايب قلبي دي صينيه النجريسكو بتاعتنا جميله جدا. دي تتاكل جنبها ايه كده بعد ما بردت، بس مفيش حد هنا ياكل الوقت، الولاد في الدروس. ربنا ينجح ولادنا وولادكم يا رب، اللهم امين. دي بتعملي جنبها تحمري بطاطس، حته مخلل كفايه قوي. هي مش محتاجه حاجه، فيها الخضار وفيها الفراخ وفيها كل حاجه. بالف هنا وشفا. وده كان فيديو النهارده، ويبقى كده خلص
ويبقى كده الفيديو بتاع النهارده خلص. ويا ريت اللي يعجبه الفيديوهات بتاعتنا ما ينساناش في الدعم واللايك والاشتراك، ويوصلوا كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.